تخيل معايا 3 أجزاء متقطعة لجثة شاب، الجزء العلوي والجزء السفلي والراس، كل جزء في مكان مختلف. أهل القرية بأسيوط يكتشفوا المشهد المرعب وجريمة بشعة تهز الجميع. رجال الأمن بيوصلوا بسرعة ويبدأوا تحقيقات في واحدة من أعقد وأغرب القضايا الجنائية في 2021. مين هو الضحية ومين اللي عمل كده وليه؟ ده اللي هنتكلم عنه في فيديو النهارده. السلام عليكم. للي بيشوفني لاول مره، فانا احمد عزيز وبتكلم عن كل حاجه غامضه وغريبه على كوكب الارض، وحابب اقول لكم ان احنا بدانا تحدي جديد وهو ننزل كل يوم فيديو لغايه ما نوصل 50,000 مشترك. فيلا بطل انزل اعمل سبسكرايب الان واكد لي تحت في الكومنتات، واعمل فولو لحساب الانستجرام، حساب فيريفايد، وبنزل عليه محتوى ديني وتوعوي، فان شاء الله يكون محتوى قيم ومحتوى يفيدكم. هسيب لكم اليوزر بتاعه على الشاشه بالاضافه اللي هو في الديسكربشن تحت. نروح اعمل فولو وبدون رأي كتير صلوا بينا على الحبيب وبسم الله نبدا. الساعه 9 الصبح والاهالي في قريه صغيره في محافظه اسيوط لاحظوا حاجه غريبه جدا. لقيوا جثه من جسم بني ادم، الجزء العلوي بدون راس ومرمي في واحده من المجاري المائيه. المنظر كان بشع جدا ومرعب، والاهالي اتحركوا بسرعه وبداوا يدوروا حوالين المكان، ومش بعدها بكتير لقيوا الجثه السفليه من الجثه، والدنيا اتقلبت في القريه والناس اتجمعت حوالين الجزئين واتصلوا برجال الامن بشكل مباشر. رجال البحث الجنائي وصلوا بسرعه، ومن اول نظره على الجثه عرفوا ان الوفاه حصلت من وقت قريب، وكانوا متاكدين الجزئين التانيين دول نفس الشخص بسبب شكل الملابس اللي كانت على الجثه. المهمه كانت صعبه جدا، مين الشخص ده وايه اللي حصل له وليه اتقطع بالشكل ده؟ الاهالي كانوا واقفين في حاله من الذهول، وكل واحد بيحاول يفكر لو شاف حاجه غريبه، لكن ولا اي حد اتعرف على الجثه او من الملابس اللي كانت عليها، ومحدش قال ان هو عنده حد متغيب او مفقود رغم الخبر اللي انتشر بسرعه بين الناس. في الوقت اللي كانوا بيدوروا فيه على اي دليل، رجال البحث الجنائي اكتشفوا الراس، لكنها كانت في مكان بعيد جدا عن الجزء اللي لقيوه في الاول. الراس كانت لشاب في العشرينات، وشه باين عليه آثار وعلامات ان هو اتعرض لعدد كبير من الطعنات. وبدأ رجال الامن في التحقيق مع الاهالي وجمع المعلومات، لكن لسه محدش قدر يتعرف على الجثه، وده كان شيء غريب، وده اللي زاد الموضوع غرابه، ان مفيش حد شاف اي حاجه مريبه، وكأن اللي ارتكب الجريمه دي شبح. بعد ما خلصوا الفحص في مكان الجريمه، رجال الامن نقلوا الجثه للطب الشرعي وبدأوا يدوروا في كل بلاغات التغيب اللي في القريه او القرى المجاوره. وخلال ساعات وصل خبر عن بلاغ شاب عنده 28 سنة من قرية بعيدة جدا عن المكان اللي لقوا فيه الجثة، والبلاغ كان يوم الخميس والجثة اتلقت يوم الأحد. ولما طبقوا المواصفات وصورة الشاب المتغيب على الجثة، الامور بدات توضح بشكل اكبر. رجال الامن تاكدوا ان الجثه اللي معاهم هي فعلا لجثه احمد، شاب عنده 28 سنه ساكن في قريه في محافظه اسيوط. احمد كان مكافح وشاب محبوب جدا في قريته، وبيشتغل على عربيه نقل صغيره بينقل حاجات للناس. واحمد كان وضعه المادي متوسط، واشتغل لفتره في 6 اكتوبر في مجال التشطيبات، لكنه رجع واستقر في اسيوط علشان يبقى قريب من اهله وجيرانه. وعيلته كانت عيله محترمه جدا ومعروف في القريه، ووالده منفصل عن والدته من فتره، لكن والدته هي بتعيش مع عيلة والده في بيت جده، والعلاقة بينهم كانت كويسة جدا جدا. لما رجال الأمن توصلوا مع أهل أحمد، كانت الصدمة عليهم كبيرة جدا، وأحمد ما كانش عنده أي خلافات مع حد، كل الناس كانت بتحبه، وحتى لما اختفى أهل القرية كلهم كانوا بيدوروا على أهله عليه. ورجال البحث الجنائي بدأوا يجمعوا معلومات عن أحمد وحياته، وعرفوا انه كان بيجهز نفسه للجواز وكان بيشطب شقته في بيت العيله، وفي نفس الوقت بداوا يجمعوا تفاصيل عن اخر يوم ظهر فيه احمد. والدته كانت بتقول ان احمد نزل شغله كالعاده يوم الخميس الصبح ورجع بيته في اخر اليوم ونام شويه. بعديها مرات عمه طلبته علشان يصلح لهم الغساله في بيتهم اللي جنبهم، ووالدته وجدته صحوه وقالوا له ان عمه مستنيه، فنزل راح لهم، وبعد كده احمد اختفى تماما. لما والدته وجدته سالوا عمه ومراته وابنهم ادهم اللي يعتبر زي اخوه، قال لهم ان احمد جالهم فعلا صالح الغسالة، لكنه جاله مكالمة تليفون غريبة ونزل بعديها وما رجعش. ولما أحمد تأخر للساعة 2 بالليل، وده مش طبيعي تماما بالنسبة لهم، العيلة كلها نزلت تدور عليه في القرية، والجيران كمان نزلوا يساعدوا. الغريب انهم لقيوا عربية احمد النقل مركونة تحت البيت، وواضح ان حد اخذ عربيته الخاصة بعد ما نزل. والمشكلة ان ما كانش في اي كاميرات مراقبة في المنطقة اللي اختفى فيها احمد، ولا حد شاف حاجة مريبة. ورجال الامن لحد اللحظة دي شايفين ان كل حاجة شكلها طبيعي، والجيران كلهم شهدوا بنفس الكلام، وقالوا ان العيلة كانت كلها بتدور على احمد لحد الفجر، وبعدها عملوا بلاغ
بتغيبه. ووالدته وجدته كملوا المعلومات لرجال الامن وقالوا ان ادهم ابن عمه كان اقرب شخص ليه ويعتبر كاتم اسراره، واخدهم بعربيته ولف بيهم في كل الاماكن اللي احمد ممكن يكون راح لها، لكن للاسف مفيش اي اثر لاحمد في اي مكان تماما. رجال الامن تلقوا معلومه غريبه من اهالي القريه بعد اختفاء احمد بيومين. يوم السبت الصبح مرات عمه شوهدت وهي نازله من بيتها ومعاها شنطه سفر، وقالت ان هي مسافره القاهره علشان تعمل عمليه ضروريه في رجليها لان رجليها كانت تعبانه جدا. لكن الغريب ان مرات عمه دي عمرها ما اشتكت من اي مشكله في رجلها قبل كده، وكمان مش منطقي ان هي تسافر تعمل عمليه في وقت زي دوت واحمد مفقود. المعلومه دي كانت نقطه تحول في التحقيقات وبدات تثير الشكوك حوالين رجال الامن، فقرروا يجمعوا كل المعلومات عن عمه ومراته واولاده، وعرفوا ان من حوالي 5 شهور عمه كان بيحفر في البيت بتاعه علشان يطلع اثار، لكن اكد للجميع انه ما لقاش اي حاجه تماما وانه قفل الحفر تماما. لكن اللي خلى رجال الامن يشكوا اكتر هو اهتمام عم احمد الشديد بموضوع الاثار، وانه صرف فلوس كتير جدا على الحفر في البيت وبيوت تانية بيمتلكها. رجال الامن قرروا يفتشوا بيت عمه، وفعلا لما وصلوا لاحظوا ان عمه كان بيرفض وبشده ان هو يفتح اوضه معينه في البيت، وده زاد شكوكهم فاصروا على تفتيش البيت بالكامل. ولما فتحوا الاوضه كان رافض يفتحها، واتصدموا واللي شافوه الحيطان كانت ملطخه بالدماء وفي علامات غريبه على الحيطان زي بصمات ايدين بالدم، وكمان كان كل اوضه كانت فيها حفره عمقها 20 متر تحت الارض مليانه دم، وادوات حفر كانت موجوده بكميات كبيره جدا، وده كان دليل ان الحفر ده ما خلصش من 5 شهور زي ما كانوا بيدعوا. ورجال الامن قبضوا على عمه وابن عمه ادهم وبعد كده استجوبوهم، وكانت المفاجاه الكبيره في اعترافات ملهاش اي علاقه تماما بالانسانيه. عم احمد كان مهتم جدا بالاثار وكان مكمل الحفر في البيت بشكل سري. مراته كانت بتخطط لكل حاجه وهي اللي اقنعت الناس انهم وقفوا الحفر من 5 شهور، لكن الحقيقه ان هم كانوا مكملين في الحفر بمنتهى الهدوء، والقليل جدا من الناس كانوا يعرفوا، لكن الاغلبيه ما كانش عندهم اي فكره تماما. العم واسرته استعانوا بدجالين قالوا لهم ان في اثار تحت البيت وانهم لازم يستخدموا الجن علشان يطلعوها، لكن الجن طلب منهم ان هم حاجه غريبه جدا، دم بشري بشروط معينه، والضحيه لازم تكون الابن الاول وشاب في مرحله الشباب ما يكونش متزوج، والاهم ان هو يتذبح فوق المقبره علشان يفتحوا المقبره ويطلعوا الاثار. العم واولاده اتفقوا ان احمد هو الانسب لتنفيذ الطلب دوت، رغم انه الابن الاول وعمره مناسب، رغم ان احمد كان بيعتبر عمه زي ابوه وعمه كان بيتعامل معاه قدام الناس زي ابنه، لكن في الحقيقه كانت غير كده تماما، والعيله كانت موافقه على التضحيه بيه. والأسوأ من كده انهم اتفقوا مع الدجالين ان احمد لازم يكون في كامل وعي وهو بيتذبح، يعني حتى في لحظه القتل ما فيش اي نوع من الرحمه او الانسانيه تماما. الحقيقه اللي ظهرت كانت بشعه وجريمه ملهاش اي علاقه بالانسانيه، ومرات عم احمد كانت مخططه لكل حاجه في اليوم ده كويس جدا. يوم الخميس الساعه 8 بالليل راحت لبيت احمد وقالت لاهله ان هم محتاجينه علشان يصلح لهم الغساله، واحمد صحي من النوم وراح علشان يساعدهم، وراح اول بيت عمه على طول بدون اي شك. واول ما دخل اتفاجئ ان ابن عمه ادهم اللي كان زي اخوه ماسك سكينه وبيضربوا بيها اكتر من مره. بعد كده الدجالين اللي كانوا موجودين كملوا عليه، واخيرا عمه نفسه جه وكمل ضرب بالسكين لحد ما تاكدوا ان هو مات بالكامل. بعد ما خلصوا جمعوا دم احمد علشان يستخدموه في الطقوس اللي قالوا لهم عليها الدجالين، ورموا الدم في الحفر اللي كانوا بيحفروا فيها في البيت، والدجالين قعدوا يعملوا علامات بالدم على الحيطان زي ما قال لهم الجن، والعيلة كانت واقفة بتتفرج وكأن الموضوع عادي من غير أي إحساس بالذنب أو الخوف. الخطة كانت إن هم بعد ما يخلصوا الطقوس يرموا جثة أحمد في مكان مهجور بعيد عن القرية، لكن بعد ما خبر اختفاء أحمد انتشر في القرية والناس بدأت تدور عليه خافوا يطلعوا الجثة ويرموها، فقرروا يقطعوا جثته، ومرات عمه معاها ابنها وبنتها قطعوا جثة أحمد لعدة أجزاء علشان يقدروا يتخلصوا منها في أماكن متفرقة وبعيدة عن بعض. مرات عمه كانت هي اللي نزلت يوم السبت الصبح قدام الناس وهي شايلة شنطة سفر، قايلة إن هي رايحة تعمل عملية، لكن الحقيقة كانت أبشع بكتير. الشنطة كان فيها أجزاء من جثة أحمد، والعيلة كانت بتدور مع باقي الجيران على أحمد وهم عارفين إن جثته جوه البيت. جريمة بشعة وتخطيط قاسي جدا، والجثث اتقطعت يوم الجمعة بالليل علشان بعد ما قتلوه يوم الخميس سابوا الجثة في البيت لحد يوم الجمعة، بعدها قطعوا الجثة ورموا الأجزاء يوم السبت في الاماكن اللي الناس لقيوها فيها. واعترافاتهم كانت مرعبه وقذره لدرجه كبيره. المشكله ان مرات عمه هربت بعد كده، لكن تم القبض على عمه وابنه واخته، ولما الناس في القريه عرفوا اللي حصل ما حدش كان مصدق ان عمه هو اللي قتل ابن اخوه بهذا الشكل البشع. من ابشع الحاجات اللي ان مرات عمه لما هربت صورت فيديو ونزلت على الفيسبوك بتقول فيه ان الناس انهم ما قتلوش احمد علشان اثار، لكن علشان احمد حاول يعتدي على بنتها
لكن ولا حد صدقها، لان كل الادله كانت واضحه، كل حاجه في مسرح الجريمه بتاكد ان احمد اتذبح علشان الاثار، لكن غير كده عمه وابن عمه واخته اعترفوا بنفسهم بالجريمه. وفي النهايه تم القبض على مرات عمه بعد فتره، واتحكموا كلهم بالاعدام. والجريمه دي كانت بشعه جدا وملهاش اي مبرر، والعم يقتل ابن اخوه والعيله كلها وقفت تتفرج وتسمع كلام دجالين بيقولوا لهم دي اوامر جن ومفيش اي رحمه او انسانيه في الموضوع، وربنا يغنينا بالحلال ويرحم احمد ويغفر له. وجريمه بشعه وصعبه جدا ان اي حد يتخيلها. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبكم الفيديو عايزين استمتعتوا تشجعونا باللايك والسبسكرايب والشير، وسيبوا لنا رايكم تحت في كومنت. وبس كده، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سلام.